السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد، بغيت نشارك معكم واحد الأكلة مغربية 100%، وهي الوصفة ديال المروزية. إذا كان كيهمكم الأمر طبعا بقوا معايا حتى لآخر الفيديو. بالنسبة للناس اللي أول مرة كتشاهد القناة، مرحبا بكم، كنتمنى تشاركوا في القناة، ما تنساوش الضغط على الجرس باش كتوصلوا دائما بالجديد. مرحبا بكم كاملين، نبداو على بركة الله. بسم الله. اول حاجه غادي ناخذ اللحم ديالنا وغادي نديرو له التوابل، غيبات ليله كامله ومن بعد غادي نطيبوه. بالنسبه اللي ما عندوش الوقت، نتوما تقدروا تخليوه واحد 3 سوايع او 4 سوايع يشرب التوابل وعاد طيبوه. وبالنسبه اللي عنده الوقت يستحسن يبيتو ليله كامله. بسم الله. غادي نحتاجو واحد 2 كيلو ونصف اللحم حتى ل3. المهم نتوما على حسب الكميه، على حسب عدد الاشخاص. غادي نحتاجو العطريه طبعا، السكينجبير، الخرقوم، البزار، الملح، كذلك ملعقه كبيره السمن، كاس كبير الماء، الزعفران الحر، ملعقه كبيره ديال القرفه، ايضا 3 ديال معالق ديال المهر اللي هي العطريه ديال المروزيه، واحد الكيس ديال الزعفران الملون، كيبقى اختياري بالنسبه اللي ما كيستعملوش، ماشي ضروري. بسم الله. غادي ناخذ دابا الطنجره ديالنا اللي غادي نطيبوا فيها اللحم. غادي نخويو كاس ديال الماء كبير، غادي نضيفوا 3 ديال الملاعق ديال المهر. طبعا هي التوابل ديال المروزيه معروفه، كيكون فيها راس الحانوت وكذلك الكوزه. مهم هاد المهر مخلطين فيه داك التوابل، كيقولنا 3 ديال الملاعق صغار ديال المهر. كذلك غادي نضيفوا ملعقه ديال البزار صغيره، وملعقه ايضا من سكينجبير، ملعقه عامره مزيان صغيره. نضيفوا كذلك ملعقه ديال الخرقوم، نضيفوا ملعقه كبيره ديال القرفه، ايضا غادي نضيفوا الزعفران الحر بعد ما كنحكوه. طبعا ما نساوش الملح، نتوما على حسب الذوق ديالكم. غنخلطوا الخليط ديالنا، عاد نزيدو دابا اللحم باش نرقدوه فيه مزيان، يعني باش يشرب لنا ديك التوابل، وغنغطيوه يبات ليله كامله، عاد ان شاء الله نطيبوه. كيف كتشاهدوا معنا غناخدو اللحم ديالنا، غناخدو طرف بطرف باش تدخلنا ديك التوابل حتى غنساليو الكميه اللي عندنا. كيف كتشاهدوا معنا بعد ما خلطنا اللحم ديالنا مزيان بداك التوابل باش يشرب لنا مزيان، احنا ضفنا السمن، كذلك غنضيفوا عويدات ديال القرفه. غادي نغطيو الطاوه ديالنا تبات ليله ان شاء الله، وعاد نحطوه يطيب. انا رجعت معكم بعد ليله كامله، اللحم ديالنا بات كيشرب التوابل كيف كتلاحظوا. دابا ان شاء الله غادي نضيفوا قرعه ديال لتر ديال الماء، زلافه زيت الزيتون متوسطه، زلافه كذلك ما يعادل 250 غرام، وزلافه ايضا ديال الزبيب كذلك ما يعادل 250 غرام. غادي نوضعوا الطاوه ديالنا واحد نصف ساعه تغلي مع هاد التوابل. من بعد في هذا الوقت غنكونوا فسخنا اللوز ديالنا، غليناه شويه في الماء وفسخناه من القشره ديالو. كيف كتشاهدوا معنا غادي نضيفوا الماء للطنجره ديال اللحم اللي في التوابل بعد ما بات ليله كامله، وغنضيفوا له كذلك زلافه ديال الزيت. نتوما كيف كتشاهدوا معنا
وغادي نوضعوها فوق النار، غتغلي مزيان باش تجانسنا جميع العناصر، ونعاود نرجع معكم من بعد ما غلات ديك نصف ساعه. راه كنت عاود ضفت لها واحد القرعه ديال الماء ديال ليطرو باش شويه يبقى فيها الماء كيف كتعرفوا، لحقاش غادي ناخذ الماء، غادي ناخذ شويه ديال المرق، عفوا غادي ناخذ شويه ديال المرق باش نطيب فيه اللوز، نطيبوه بوحديته. انا خديت هذا المرق من طاوه، دابا غادي نضيف لها هذا اللوز احنا راح نفسخناه بالشكل. غادي نقفلوا الكوكوط باش غادي يطيب لنا اللوز، وغادي نعاود نرجع معكم. طبعا اللوز ما كياخذش وقت كتير في الطياب. ها هي الطاوه ديالنا من بعد ما طابلنا اللوز. الان غادي نضيفو الزبيب من بعد ما نقيتو وخليته شويه في الماء يفزك، غنزيدو على اللوز ديالنا بهذا الشكل هكا. غادي نخليوه نعاودو نقفلو عليه الطاوه يطيب واحد شويه حتى كتنشفنا الطاوه. عاد نضيفو غادي نضيفو العسل، نضيف واحد 2 معالق العسل ما قلتها لكمش. ها نتوما كتشوفوا معنا راه تقريبا دابا اللحم طاب. كذلك راني طفيت على الزبيب واللوز حتى هو طاب. الان غادي نضيف لهم معلقه كبيره ديال العسل. اللي ما عندوش العسل يقدر يعوضو بسنيده ماشي مشكل، ولكن انا كنفضل ندير صراحه العسل خصوصا اللي كانت حره. هذه المروزيه فيها المهر اللي كتعتبر من البهارات الحره، فهذا كيبقى افضل. ها انتما صافي غنخلط هذا العسل ديالي كيف قلت لكم 2 معالق العسل او معلقه عامره مزيان. اللي ما عندوش طبعا يعوضو بسنيده. صافي الان غادي هذا الخليط ديال الزبيب واللوز غادي نخلطو، غنخويه على اللحم بالبرق. بقاو معايا تتشوفوا النتيجه الاخيره. ها هي المرق ديالنا. دابا غادي نصبوه هي بهذا الشكل. صراحه كتشهي باش شهيتكم فيها. دابا غنخلطوها مزيان صافي. دابا غادي تغلي واحد الغليه واحد 5 دقائق غير شويه باش تدخل ديك الحلاوه في بعضي في جميع العناصر باش كتجينا على طيبه الحلاوه. صافي من بعد ما غلات لنا الطاوه تقلات مزيان، دخل داك العسل في اللوز وفي المرق ديالنا. انا قدمتها بهذا الشكل. نتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم والوصفه تكون جاتكم مبسطه. طبعا المروزيه غنيه عن التعريف، معروفه في جميع البيوت المغاربه كيحضروها خصوصا في عيد الاضحى. البنات كتشهي. بالنسبه للمبتدئات اكيد غادي تجربوها، غادي تجيكم سهله صراحه. تبارك الله هاد الطبق يعني كيشهي، ما كنظنش شي حد ما غاديش يكون كيبغي المروزيه. وصلنا لنهايه ديال الفيديو. شكرا على المشاهده. طبعا ما تنسونيش من لايك اذا عجبكم الفيديو فضلا منكم. شكرا على تفاعلكم في القناه وعلى تعليقكم. نتمنى نكون خفيفة على قلوبكم. شكرا لكم جميعا، دمتم سالمين والسلام عليكم.